اهلا وسهلا فيكم من جديد بسباق مذاق. حلقتنا اليوم مليانه نكهات لذيذه وفوائد، ومنبلش مع السؤال الاول: ما هي الفاكهه التي تحوي على اعلى نسبه من فيتامين سي؟ البرتقال، الكيوي ام الفراوله؟ اكيد اول جواب خطر على بالكم البرتقال، بس بحب اقول لكم ان الجواب الصحيح هو الكيوي. السؤال الثاني عن نوع ثاني من الفيتامينات، والسؤال هو: ما هي الفاكهه التي تحوي فيتامين اي ومعروفه بفوائدها للبشره؟ الافوكادو، الموز ام الاناناس؟ اهم فوائد الفيتامين اي هو انه مضاد للأكسدة وبساعد في التخفيف وعلاج الهالات السوداء حول العين، وهالفيتامين موجود بالأفوكادو. السؤال الثالث سؤال رومانسي واللي ما بيعرف جوابه ليلته سودا اليوم: ما هي الفاكهة المعروفة باسم فاكهة الحب؟ الرمان، التفاح ام التين؟ يعني اللي مرته زعلانة منه بجيب لها نص كيلو من فاكهة الحب بدل باقة الورد وبيمشي الحال ان شاء الله. الجواب هو الرمان. السؤال الرابع: أكلت أكلة كلها بروتين وبدك شي يساعدك على الهضم، ما هي الفاكهة التي تحوي على أنزيم يساعد على هضم البروتينات؟ الموز، الأناناس أم المانجو؟ هالأنزيم اسمه بروملين، وهو أنزيم طبيعي بساعد على تفكيك البروتينات لمكوناتها الأساسية، وهالأنزيم موجود بالأناناس. السؤال الخامس من ثقافتنا العربية ولازم الكل يعرفه: ما هي الفاكهة التي تنمو على النخيل؟ التمر، التين ولا جوز الهند؟ وهالفاكهة بتعطي الجسم دفعة كبيرة من الطاقة لأنه فيها سعرات حرارية أكثر من معظم الفواكه، والجواب أكيد كلكم عرفتوه: التمر.